كابتن عزت دقيقتين والنبي الافضل. حاضر. يعني هنبدا من المجموعه الاولى. كابتن محمد معانا. الافضل في المجموعه الاولى كابتن احمد رجب، حارس مرمى مركز شباب طميه واللي كسب فرقته النهارده مباراه المنيا. خط الدفاع محمد سعيد من الواسطه، اسلام طارق اسمنت اسيوط، احمد شكري الفيوم اللي اثنى عليه الجميع النهارده امام الترسانه، واحمد عباده بني مزار. خط الوسط جباله مركز طبيه عمل مباراه كبيره جدا واحرز هدف، محمد سيد توبه من الاقصر، سيسي من الالومنيوم. خط الهجوم عمر حسني طهطا اللي احرز الهدفين، سيد داوود الاقصر، محمود مرسي نجم نجوم مصر عمل مباراه هايله جدا واحرز علشان فرقته تفوز بالاربعه. وافضل مدير فني في المجموعه دي يا كابتن عبد الناصر في اثنين. في كابتن رمضان رجب اللي كان بيلعب المباراه الفوز على المنيا وده اهم فوز، وكان بيلعب المباراه تقريبا كانوا بيقولوا له دي اخر مباراه، ده اخر مباراه بالنسبه له. كانت الفرصه الاخيره. اي نتيجه ثانيه مين تاني؟ اعتقد مدير فني الفيوم اللي انا بس ده تعادل. بس تعادل مع مين وفين؟ اهم نتيجه رمضان رجب وهو الافضل على الاطلاق، المدير الفني الطميه. تعادل مع مين وفين؟ تعادل الفيوم في الترسانه بمثابه فوز. مبروك كابتن رمضان رجب، انا بدي رمضان رجب بمفرده مع استاذ عبد الناصر لان ده فوز 3 بونت. طيب نروح للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه القسم حارس المرمى عمرو عبد المجيد الف وب طبعا. الف وب تمام. المستقبل سبورت عاملين مباريات جامده جدا. تمام. خط الدفاع مصطفى عبد ربه نجمه سينا اللي عامله مفاجاه كبيره جدا، وعبد الله هنطش المستقبل سبورت، خالد المالح منتخب السويسي اللي محافظ على مركزه تقريبا. تمام. ممكن يروح دوري ممتاز السنه الجايه. مصطفى مطاوع من الانتاج الحربي. خط الوسط الصباحي عماد من الانتاج برضه، احمد شيكا الانتاج الحربي عامل مباراه هايله جدا. تمام. احمد نجمه سينا اللي عامل مفاجاه، فرغلي بالو نجم جنوب سيناء عامل مباريات رائعه جدا، محمود الكاشف نجمه سيناء، محمود دعبسه كهرباء الاسماعيليه، وفي مجموعه كبيره من كهرباء الاسماعيليه تقريبا. تمام. الفرقه كلها نجوم كسبانه كل مبارياتها. المجموعه الثالثه والاخيره مين المدير الفني هنا في الثانيه؟ انا اعتقد المدير الفني في المجموعه الثانيه بنديه ل اهم فوز عندك. اهم فوز عندي كابتن ياسر الكناني. عم عدم الكريم يا راجل قال لك ياسر الكناني اللي هو كسبان كل المباريات. قال لك العلامه الكامله وعامل مباراه تاريخيه خارج ملعبه. طبعا كابتن ياسر الكناني مبروك افضل مدير فني في المجموعه الثانيه. لا وافضل مدير فني في الثلاث مباريات بصراحه اللي لعبها، هو الوحيد في الثلاث مجموعات اللي فاز العلامه الكامله. نروح للمجموعه الثالثه والاخيره. المجموعه الثالثه والاخيره محمد حشيش اسكندريه البترول. خط الدفاع محمد ابو عصام ماليه كفر الزيات، هشام نوح مركز شباب الازازين، احمد الروسي المنصوره، محمد خالد الهلال بالضبعه. خط الوسط عبد الرحمن ميسي سبورتنج، احمد عبد العال ماليه كفر الزيات، محمد رمضان الحمام. خط الهجوم علاء متولي بني عبيد، سعيد مارادونا ديلفي، اليو بداره اللي محافظ على مركزه مع نادي الاولمبي عامل مباريات هايله جدا. ويمكن انتوا هنا اكبر لاعب جامد، والافضل هنا برضو بيروح في الجهاز الفني لعلي عاشور وكابوريا، الاثنين كسبانين. بصوا يا جماعه كابتن علي عاشور فوز مهم جدا خارج ملعبه، وكابوريا فوز مهم جدا الحمام خارج ملعبه على كوم حماده. الفوزين مهمين جدا جدا جدا، ولكن مبروك للاثنين يقتسموا افضل مدير فني الكابتن علي عاشور والكابتن كابوريا من الحمام.